لو انت كوتش للنادي الاهلي وعندك عبد الله السعيد وعندك امام عاشور وعندك مباراه مهمه النهارده تلاعب مين؟ مباراة مهمة يعني لازم الفوز فيها. لازم الفوز فيها. وعلى ملعبي ولا خارج ملعبي؟ على ملعبك. على ملعبي. والاثنين التوب فورم بتاعهم. لا على ملعبي يبقى عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. وبره ملعبك؟ بره ملعبي ممكن تبقى شويه امام عاشور، شويه عنده النواحي الدفاعيه شويه يعني لكن ك بلاي ميكر عبد الله. افضل لاعب لبس 19 في الاهلي قفشه ولا عبد الله السعيد؟ لا عبد الله. عبد الله. على فكره ما كانتش محتاجه وقت طويل في التفكير. عبد الله. فكان جواتنا وليد ازارو، فوسام في ملامح من وليد ازارو اللي هو سريع قوي على طول، الاختراق الطولي والجري الطولي. يمكن محتاج طبعا التواجد شويه في وسط لعيبه النادي الاهلي واللعب بشكل مستمر، لان عنده ميزات ايجابيه كتيره جدا جدا. لا ده واضح ان امام عاشور حراق، واضح ان في اجماع على كده. خلي زيزو شيكابالا، خلي محمد عبد المنعم يعمل الحركه دي والاهلي يخسر، هيتفرم يا كابتن. هي الكوره كده. شيكابالا عمل كده ولا زيزو عمل كده والراجل طلع وفعلا مضروب ولا مخبوط، كلنا هنبقى معاه. احنا بشر. هقول لك ايه بيحصل. القصه مش اهلي وزمالك. لا بس القصه مش اهلي وزمالك. طول حد غير لكن انت قلت دلوقتي كلمه صح، اللي النادي الاهلي قوي دي قوي اعلاميا، قوي اخراجيا. لا هو قوي جدا في كل حاجه، ده مخرج عالمي. النادي الاهلي قوي في كل حاجه. لا استنى، يعني في الكوره النادي الاهلي في الكوره في عوامل تانية يا كابتن بتفيدوا في الكوره. هقول لك العوامل التانية دي اللي بتجيب الكوره الشبكه. ما مشكله اتكلم طبعا، هتكلموا انتوا. تعالى محمد لا احنا كابتن مجدي انت كنت مدرب فين؟ بتاع زمان مش احنا هنقعد نفطس؟ ما نبص في ورقتنا وعندنا ماتش بكره، ما تبص في ورقتك بكره ربنا يكرمكم. من ايام كابتن عادل يعملوا زينا، من ايام كابتن عادل هيكل لما لك عبده البقال لغايه المخرج بتاع الماتش اللي فات ده، انا بحيي النادي الاهلي خارج الملعب. هو مال المخرج عمل والله بحيي النادي الاهلي. طب هو المخرج عمل على قوته خارج الملعب، والله العظيم في ملف خارج الملعب النادي الاهلي بيديره بقاله فتره كبيره بجد. الناس ماسكين الملف ده ناس ناجحه. يا عم هو انت مضايق فين الراجل؟ بص على الحنتكوتو بتاعه وبص على الحنتكوتو بتاعك انت، ولا كمان ما عندكش حنتكوتو؟